أسوأ جدول عملته في حياتي. ليه باقول كده؟ علشان دي فعلًا الحقيقة، وعلشان إحنا صحاب فهاقول لك على الأخطاء اللي أنا وقعت فيها، عشان ما يكونش الجدول بالشكل البشع اللي أنا عملته ده. فلو عملت حاجة وحاسس إن الجدول مش ضابط معاك فأكيد عملت حاجة منهم. ولو أول مرة تشوفني ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وهات كوباية النسكافيه بتاعتك ويلا بينا. جيت في يوم كده فتحت يوتيوب عادي، فقابلني فيديو من فيديوهات التحفيز والحماس علشان تنجز المهام والمذاكرة بتاعتك. فقمت على طول أعمل الجدول وأنا في منتهى الحماس اللي في الدنيا، وكأني هاعمل كل حاجة في يوم واحد، وده طبعًا مستحيل. علشان كده هاشرح لك كل حاجة من الأول. قسمت الجدول ده على 7 أيام، اللي هو الأسبوع يعني. ما ده بديهي، إيه اللي هو جديد في اللي أنتِ بتقوليه؟ بس استنى اتقل عليَّ كده علشان تاخد حاجة نضيفة. أول يوم كنت تمام، تاني يوم كنت كويسة، تالت يوم بدأ الموضوع يبوظ مني، بس الحمد لله عرفنا نلمه. جينا في اليوم الرابع بدأت أعمل حاجات وأسيب الباقي. جه في اليوم الخامس اتراكم اللي عليَّ من اليوم اللي فات مع اليوم الجديد، وهكذا لغاية لما زهقت من الجدول وقعدت مش باعمل حاجة وأضيع في أيام، لغاية لما يبقى عندي حماسة تاني وأعمل جدول جديد، أو لما أحس إن المواد اتراكمت عليَّ أكتر من الأول. طب إيه بقى الأخطاء اللي وقعت فيها علشان ده كله حصل؟ ببساطة أول حاجة إنك بتمسك الموبايل في النص ساعة البريك اللي انت عملتها لنفسك. حرفيا دي من أسوأ الحاجات اللي كنت بعملها، لأنك بتحس إن النص ساعة دي مش مكفياك، ولما بيخلص الوقت بتبدأ تماطل وتقول آخر حتة هقوم تاني وأكمل. حرفيا بتقعد ساعتين بعد كده عليها مش بتخلص حاجة. فالحل إنك تروح تعمل حاجة تانية، زي إنك تروح تصلي، تقرأ قرآن، تشرب مية، تعمل سندوتشات، أو تمشي كده في البيت تسلم على أهل البيت وقول لهم كده عاملين إيه النهاردة. طبعا أنت عارف قصدي إيه، الموضوع مش موضوع سلام، الموضوع أنتوا عاملين إيه أكل النهاردة. تاني حاجة إنك عامل في اليوم 5 مواد ولازم تخلصهم النهاردة يا مفيش كلام. لكن الكلام ده غلط، كفاية مادتين في اليوم ده كويس أوي، أو لو أنت جامد بقى كفاية 3 مواد في اليوم عشان تذاكرهم بتركيز وتفهمهم كويس، وما تملش وتكروتهم عشان في مواد تانية لسه. بس أنا من رأيي لو عايز تذاكر المواد دي صح كفاية 2، اسأل اللي مجرب. تالت حاجة بتبدأ بالسهل وتسيب الصعب. طب إيه الغلط في ده؟ ما دي حاجة كويسة، أبدأ بحاجة اللي بحبها. أحب أقولك يا صديقي إن ده كمان غلطة من الغلطات. ليه؟ ببساطة إنك بتصحى بتجيب الجدول الجميل بتاعك وتشوف إيه أسهل مادة تذاكرها وتسيب الصعب لآخر اليوم، وده غلط. لأ، لازم تبدأ بأصعب مادة عندك. لا أنت كده بتقفليلي اليوم بتاعي. بس استنى هقولك ليه. وأنا مش هقفلك اليوم ولا حاجة، لأنك أول ما بتصحى بتكون دماغك في أعلى تركيز ونشاط في الوقت ده، فابدأ بالمادة الصعب وبعد كده ابقى خد المادة السهلة. طبعا أحب أقولك إن التوفيق ده بتاع ربنا، إحنا بس بنمشي على الخطوات دي لتحسين المذاكرة بتاعتنا. ومن بعد كده صلحت الحاجات دي والجدول مشي زي الفل. وبس كده قولي بقى في الكومنتات انت غلطت في أنهي غلطة من دول.